من أحد النصايح المهمة جدًا، جدًا اللي عايز أقولها للشباب اللي في المدارس واللي في الجامعات، يعني يمكن لمّا رجعت هنا نيورنبرج النهارده طلع لي ذكريات كتير من حاجات كنت باعملها وفي دروس مستفادة حسيت إن هي لو كان حد قالها لي في الوقت اللي أنا كنت فيه طالب الموضوع كان هيفرق كتير. من أحد الدروس المستفادة المهمة جدًا بالنسبة لي، الحمد لله ربنا كان كارمني وكان واحد صديقي نصح لي النصيحة دي، فكرة الاهتمام بالصحة. فترة الجامعة يمكن قعدت 4 سنين باروح الgym بانتظام 4 مرات في الأسبوع، وكنت منتظم جدًا لدرجة إن أنا كان ممكن يبقى عندي امتحان تاني يوم وباروح الgym برضه بغض النظر إن أنا عندي امتحان تاني. الانتظام ده كان عامل لي balance في حياتي. شاب عادي، شاب مش عايز أقول مراهق، بس يعني شاب فيه هرمونات وفيه أحاسيس وفيه حاجات كده بتحصل، فالواحد بيبقى مش متزن، والمغريات بتبقى موجودة كتير حواليك، وبسبب إن هي موجودة بصورة سهلة، يعني خطوتين تعمل اللي أنت عايزه. بسبب إن المغريات سهلة فأنت عادي، ده طبيعي، دماغك بتودي وبتجيب. فبسبب إن أنت دماغك بتودي وبتجيب بتبقى أنت محتاج تحط آلية سيطرة على الأحاسيس والمشاعر بتاعتك دي. الاتزان بيجي لك من حاجتين. الحاجة الأولى لزقتك في المسجد، انك انت على طول موجود هناك، على طول في صحبه حواليك. والحاجه التانيه الرياضه فعلا كانت بتعمل لي بالانس كده في دماغي. كان في ايام كنت ببقى اللي هو بقى ايه، قاعد زهقان ولوحدي واصحابي خارجين بيشربوا خمره وانا مش عايز اروح معاهم، فانا ما عنديش حل تاني غير ان انا هقعد لوحدي في البيت اعمل اي حاجه. اللحظه بتاعت الزهق دي هي اللحظه اللي بيبدا من عندها الفساد، اللي هو انا طب لما انزل اشوف، طب لما اعمل. فانت محتاج انك في اللحظه دي يبقى عندك الجيم قريب من البيت، هوب نزلت رحت الجيم، طلعت شويه الطاقه اللي عندك، حرقت، الدنيا بقت ماشيه كويس. فاللي انا فاكره انا ليه افتكرت الموضوع ده، الحته اللي انا فيها دي اللي هي حوالين النهر، المكان ده كان التراك بتاع الجري، كنت باخدها آه، ساعات كنت بركب القطر وبنزل عند الجامعه، ومن عند الجامعه كنت بلف بقى لفه كامله حوالين البحيره دي. وكنت بعدي من الحته دي، طول ما انا بتكلم هتلاقي في ناس بتعدي من ورايا جري. المنطقه دي يعني مشهوره بالموضوع بتاع الشاهد، انه دايما لازم بيبقى في حاجه انت بتطلع فيها الطاقه بتاعتك عشان تعمل لك البالانس ده في حياتك، الاتزان ده في حياتك. الاتزان ده بقى هيخلي انك في عندك وقت فاضي، لانك انت لو دماغك مش متشتته بقى عمال تفكر في البنات وفي هتلاقي ان انت عندك كده ايه، صفاء ذهني، ده اللي انت ممكن تستخدمه بعد كده، وتقدر ان انت تعمل مشروع، تقدر ان انت تعمل بيزنس، تقدر ان انت يعني تعمل حاجه مفيده بوقتك. يعني باكد تاني على المعلومه، فتره الدراسه دي هي اهم فتره في حياتك، وهي الفتره اللي هتشكل حياتك بعد كده. فحاول على قد ما تقدر ان انت تستغلها استغلال صحيح، وحاول على قد ما تقدر انك الطاقه العظيمه اللي جواك دي تطلعها في مكانها الصح. لو طلعتها في مكانها الصح صدقني حياتك هتتشقلب، حياتك هتبقى مختلفه تماما. انا دلوقتي لما شفت صحابي بتوع الجامعه، في ناس من اللي كانوا معايا في الدفعه كانوا مشهورين قوي بالحفلات، ومشهورين قوي بالخروجات، ومشهورين قوي بالصياعه، وكانوا يعني عايشين الحياه اللي هي ايه، الحياه الطلابيه، اللي هو الصوره النمطيه للحياه الطلابيه. ان بعد 5 سنين دلوقتي او 6 7 سنين بغض النظر فات كام سنه، لما اتقابلنا هم دلوقتي في وظائف هم مش حابينها، وبيعملوا حاجات هم مش مبسوطين بيها. يمكن لو كانوا استغلوا وقتهم فتره الجامعه بصوره افضل كانوا قدروا ان هم يحققوا حاجات افضل في خلال الفتره دي. رساله لكل الطلاب، الزق في المسجد، رياضه، حاول ان انت تستخدم الوقت على قد ما تقدر، وصدقني ده ان شاء الله هيشكل مستقبلك بصوره كبيره جدا. اي حد محتاج اي مساعده في اي حاجه يقول لي، كالعاده ادعوا لي.